السلام عليكم. انت ممكن تتعلم البرمجة، بس السؤال الحقيقي هتتعلمها ازاي وبتعمل بيها ايه بعد كده؟ في ناس بتتعلم لغات وفي ناس بتبني سيستم. القناة دي للنوع التاني. لو دخلت اي كورس دلوقتي هيقولك اتعلم لغة كذا او اشتغل بكذا، اقبض كذا، بس الواقع ناس كتير جدا بتتخرج حافظة مش فاهمة، وبتدخل الشغل تتصدم. المشكلة مش فيك، المشكلة في طريقة التعليم نفسها. انت مش محتاج تحفظ، انت محتاج تفهم السيستم كله شغال ازاي. كود ستارت اب مش قناة لغات، دي قناة هتبنيك، هتفهمك يعني ايه كمبيوتر، يعني ايه برنامج، ويعني ايه سيستم، وتفهم المشروع التقني بيتعمل ازاي من اول سطر كود لحد ما يبقى عندك منتج شغال على السيرفر. خليني اقول لك كمان حاجة مهمة، انت هنا مش هتتفرج على فيديوهات ملهاش علاقة ببعض. كل فيديو في السلسلة دي مبني على اللي قبله، يعني لو فوتت حلقة هتحس ان في حاجة ناقصة، وده بصراحة مقصود. علشان انت هنا مش بتتعلم مجرد معلومة، انت هنا بتبني سيستم بالكامل في دماغك. القناة دي ليك لو انت لسه صفر في البرمجة، لو اتعلمت قبل كده وحاسس نفسك تايه، او نفسك تفهم الكمبيوتر بيشتغل ازاي، او عايز تبني مشروع مش بس تشتغل موظف. القناة دي مش ليك لو انت مستني بقى شغلانة في اسبوع، او بتدور على طرق مختصرة وهمية، او عايز تحفظ من غير ما تفهم. وبرضه لازم ابقى صريح معاك، الطريق ده مش سهل ومش قصير ومش هيديك فلوس بكرة، بس لو مشيت فيه للآخر هتطلع فاهم فعلا مش حافظ. وهتعرف بعد كده تتعلم أي لغة في أي وقت من غير ما تتوه تاني. وده الفرق ما بين مبرمج وبيشتغل طول عمره، ومبرمج بيبدأ من الصفر كل شوية. المنهج هنا بسيط وواضح. نفهم أساسيات، نبني مشاريع صغيرة، ندخل باك إند، ندخل داتابيز، نربط كل ده في مشروع واحد ونطلعه على سيرفر. بعدين نتعلم الديفوبس خطوة بخطوة. يعني مش فيديوهات مفصولة، ده خط واحد ماشي من البداية للنهاية. مش محتاج تكون عبقري، ومش محتاج كمبيوتر خارق، ومش محتاج خلفية تقنية. محتاج بس حاجتين: صبر وتنفيذ. لو حاسس ان الكلام ده ليك، اعمل سبسكرايب واكتب في الكومنت انا جاي ابني سيستم، علشان اعرف انك معايا للاخر. وفعل زر الجرس عشان الحلقة الجاية هنبدأ بأبسط سؤال في العالم: يعني ايه كمبيوتر ويعني ايه برنامج، من غير اي هبد. احنا هنا مش هنستعجل، بس كمان ان شاء الله مش هنوقف. دي كود ستارت اب، ومشوارنا بدأ دلوقتي.